ريتها حيل بس ما مش قدرت انا اروح الحجاز. ظروف تعبانه يعني على الاخر. حنان مخاض. ازيك يا حاج؟ زي ما انت. ليك يا باشا. ايه الاخبار؟ تمام والله. ايه الحال معاك؟ والله تمام والله. انت اسمك ايه يا حاج؟ انا اسمي الماصر. الماسخ؟ اطلع. الماصر مساخه عند البطاقه تقراها. لا مصدق. وايه الحال معاك؟ المعايش على كد الفاتحه والعمر كبر. وربنا ان شاء الله يستر كل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا رب. الله يخليك. انت بتصرف منين عم المصر؟ والله يا شيخ على باب الله من حاجه تكفي. انا كنت الاول اشتغل على كتفي وبعد كده كبرت. والله زي ما حصل يا اخي. وعندي شويه تعب شويه حساسيه زي ما انت شايفه. والله يا حاج هرينا هاري في المصاريف. تعبان والله يا باشا المعايش على كده والله ظروف تعبانه. المره مات اللي اجي 50 يوم ظروف تعبانه يعني على الاخر. وكل سنه وانتم طيبين يا اخي. الحمد لله. ما فيش معي حاجه ثانيه غير فضل الله. هسألك سؤال لو جاوبت علينا فيه ان شاء الله تكسب معانا. ماشي يا باشا. ماشي. السؤال بيقول احنا الشهر في كام جمعة؟ في 4 جمعة. 4 جمعة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صح. ده كلام برضه. صح. والنفر ده مسلم. شهد لا اله الا الله محمد رسول الله. صح. كلامك صح. يعني مسلمين نحن يا حاج. مبروك يا حاج. الله يخليك. كسبت معانا. ماشي يا باشا. تتخيل كسبت ايه معايا طيب؟ تتخيل كسبت ايه معانا؟ والله يا باشا اللي تجيبه هاته ما كانش معاك برضه يبقى بارك الله فيك. في جايزة مالية مقدمة ليك من شركة المستشار العقاري. بيقولوا لك كل سنة وانت طيب ورمضان كريم عليك يعني. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. يمكن جت في وقتها يعني. الناس جت في وقتها والله ومحتاجين والله. ومتشكرين يا باشا. الحمد لله. بارك الله فيكم. تعال تفضل معنا. الله يخليك. والله يا باشا. بارك الله فيك. الأحوال يا حاج؟ لا الحمد لله والله. الدنيا عاملة ايه معاك؟ لا الحمد لله والله الحمد لله والله. شغالين انت؟ والله على باب الله. على باب الله والله. عشان انا راجل يجي 57 دولار في السن يعني. سنك 57 سنة. 57 الحمد لله. معاك عيال؟ معايا 4 بنات وولدين. الحمد لله وشكر لك يا رب. الحمد لله وانا راجل على باب الله. حتى شغل ما مش اشتغل يعني. رمضان بالذات ما اعمل ربني مش بشتغل. وربنا سبحانه فين انا بني اصلا بيجيني يومي اصلا فين بيجيني يومي بطلع. برمضان لربنا. الحمد لله. سبحان الله ربنا بعتنا ليك. الحمد لله والله العظيم. الحمد لله وشكر لك والله. محدش عارف ده رزق مين او. الحمد لله طبعا ده عند الله. الحمد لله. الحمد لله. احنا برنامج خيري اسمه صعيدي في الخير. البرنامج ده برعاية شركة اسمها المستشار العقاري. احنا حابين نسألك سؤال لو جاوبت علينا في تكسب ان شاء الله. والله يا السؤال ديت ان شاء الله انا راجل مش متعلم. دي اول حاجه. ده سؤال في الدين يعني. يا عم تفضل يا عم الحاج. احنا لما نحب نحج بنروح فين؟ طبعا السعوديه. السعوديه. عند الرسول عليه الصلاه والسلام. يا ريت حيل بس ما مش قدرت اروح الحجاز. يعني كل واحد قد صح. لو عندي مقدره اني احج اروح. بس نحن نسعى على باب الله يعني. رزق يوم. انا عاوز اروح عند الرسول عليه الصلاه والسلام في السعوديه. بس ما مش بيدي يعني. ميزانيه كل واحد على قد القادر يتوكل على الله. انت كسبت معانا. دي جائزة مالية مقدمة ليك من شركة المستشار العقاري. حابين نقول لك كل سنة طيب ورمضان كريم عليك يعني. الله يخليك. يمكن هي سبحان الله الحاجة في وقتها يعني. الحمد لله والله رزق من عند ربنا والله. كل سنة وانتم طيبين والله العظيم. كل سنة وانتم طيبين والله. الحال معك عامل ايه؟ الحال والله العظيم نايمة خالص والله. الحال نايمة خالص. الحال نايمة خالص والله العظيم ما قدرتش. تصرف من ايه؟ اديني والله العظيم اديني نايم والله العظيم حاش بيديني حاجة. ولا في اي حاجة. حاش بيديني في اي حاجة فلوس. والله العظيم حاجة والله العظيم صعبة قوي والله العظيم ما مشي صعب قوي يعني. بص يا ياسر انا هسألك سؤال. دي مسابقة خيرية. برنامج يعني بيتذاع في رمضان حاليا. انا هسألك سؤال لو جاوبت علينا فيه ان شاء الله تكسب معانا. انا مش بطلعش انا من البيت. لا ده سؤال انا مش عايزك تطلع. سؤال عادي. ماشي. سؤال عادي. اللي انت لابسها دي اسمها ايه؟ جلابيه. بس
احنا اقول لك يا تاني اسمها جلابيه. بس كده جاوبت صح ولا جاوبت صح؟ صح برضه. ايوه بالظبط. طيب بص يا ياسر، انت كسبت معانا جايزه ماليه مقدمه ليك من شركه المستشار العقاري. حابين نقول لك كل سنه وأنت طيب ورمضان كريم علينا وعليك يا رب. ماشي. تسلم ايدك. طب شوف كده في فلوس ولا لا؟ يا عم والله العظيم من غير ما افتحه. لا انا عايزك لا والله العظيم من غير ما افتحه. طب انت مبسوط النهارده؟ مبسوط من غير ما افتحه. اكيد يا ياسر. لكن يمكن ده رزق ربنا بعته لك في الوقت المناسب. ما انا يعني انا هفتح قدامكم يعني عيب يعني. والله راجل محترم. لا يخليك يا عم. لا يخليك. برنامج الصعيدي في الخير برعاية مؤسسة كمال عثمان مخلوف الخيرية، شركة المستشار العقاري، مطعم قصر الوليمة.